نعم رحمة، إذن لتكن رحمة، فكانت رحمة. ولدت وعاشت هادئة جدا، شقية جدا، تعيسة جدا، سعيدة جدا. كيف؟ لا أدري. مرة ومرة طبعك صاير مرة ومرة، تزعل مرة ترضى مرة. رحلت عنا يا رياضنا يا أحمدنا، فستبقى كبيرا عزيزا غاليا مبدعا، فعلينا جميعا وعلى رحمة أن نديم ذكراك كل يوم. فأنت كنت شقيا تعيسا تعبا، وكنت تكابر من أجل إسعاد الآخرين، فسندعو رحمة أن تكون رحمة لك من أجل أن تعمل على مواصلة مشوارك الذي اكتمل ولم يكتمل. فهنيئا لمن يستطيع أن يسندها من أجل المواصلة والوصول، وله الله لمن رفض أو غض النظر أو ابتعد عن مساندة رحمة كي تكون رحمة لك. فيا رحمة، هل ستواصلين مع من سيعمل من أجلك ليكون بالتالي من أجل الكبير الفنان الإنسان الصداح المغرد العراقي الأصيل رياض أحمد؟ أحبائي، هذا الحب يبكيني، هذا الحب يبكيني، ترى ما بيدمع. يا رياض، لقد كنت مجرد كلام حكيته ونسيت، وقلت لنا حبيبي حرام على الحب جنيت. مجرد كلام حكيته ونسيت، حبيبي حرام علي جنيت. مجرد كلام حكيته ونسيت، حبيبي حرام علي جنيت. قلت لي انتهيت، كلامه مشيت. أهلا رحمة. هلا، كيفك رحمة؟ تمام. زينة حيل؟ زينة يعني زينة حيل، أنا أريد بالعراقية يعني حيل شكل حيل وميل. ها؟ هواية وحيل، كلها واحد. كلها واحد. ها؟ رحمة، أني قبل لا أسولف معك ودي أن أسمع صوتك، شو تقولين؟ ها هسه هيجي على طول حتى نفتح الشهية مع بعض، يعني نتحاور. إذا على طول نسولف راح يصير ثقلاء على المشاهد. اوكي، ما زعلك، بس أنا أول مرة تصير. يلا أول مرة، إذا هي شو تحب تسمع؟ أي شيء حلو نمتع به المشاهد بالبداية. يلا. سمعتك تدندنين قبل لا نبدي تصوير. قول لي يا حلو. قول لي يا حلو عافية. إيه. إذا نسمعها. قول لي يا حلو منين الله جابك، قول لي يا حلو منين الله جابك، خزن جرح قلبي من عذابك، خزن جرح قلبي من عذابك. قل لي وش شفت مني أذية، قل لي وش شفت مني أذية، قلبك من صخر ما حن علي. من أول ما سلبنا راسا نغني. بالعكس، يعني أنا دا أشوف كل الرقة والحنان، وبعدين أنت متبنية هاي الأغنية بطريقة
جميلة كلش يعني. شكرا. لأنه يعني هاي بلا مجاملة ها. والله والله. رحمة إذا قلت لك منو رحمة، شو راح تقول لي رحمة؟ رحمة منو بنية. أنت فنيا وشخصيا شخصياً. على الجانبين يعني؟ أنا بنية حبابة، شو تقول أنت؟ والله أنا شفت قبل اللقاء يعني سولفنا شفتك حبابة على الآخر. بنية طبيعية عادي، عايشة حياتي عادية، أحب الفن أكثر من نفسي. زين. وفنيا أني بعدني مبتدئة، أتمنى أثبت وجود بفترة يعني بسيطة إن شاء الله. يعني إن شاء الله. أحب أكمل مسيرة والدي بطريقة صحيحة. دائما الناس تقول هاي خلفت رياض طبعا أحمد. أكيد أكيد. رحمة أنت ستصبحين مطربة، هذا بتأثير الوالد أم أنت تمتلكين موهبة وقدرة صوتية؟ هي بالحالتين تأثير الوالد. أول شيء الصوت طبعا وراثي، ثاني شيء تأثير الوالد إلى نسبة كبيرة. يعني أنا يعني قلت له، يمكن قلنا قبل المقابلة، قلت لك أنا علاقتي بوالدي قوية كلش، بس ما كنت أتخيل إنه راح أغني يعني بحياتي. كنت تدندنين وهو يسمع شكل حتما يعني؟ مو أدندن، يسمعني إنه أسمع الفنانين، مثلا أسمع ماجد الرومي وأنا عمري 9 سنين، أسمع كاظم الساهر، أسمع رجاء بالمليح، أسمع هواي فنانين كبار يعني. ف كان يستغرب إنه ليش يعني بهالعمر تسمع، وقاعدة وأصنط وهيك أندمج بالأغنية. زين. تأثير الوالد من ناحية إنه يعني أنا بعد ما شوية نضجت صرت أعرف منه رياض أحمد الفنان. أنا من كنت صغيرة ما أعرف غير رياض أحمد الأب. زين. ومتدندنين هو كان يقول شيء يعني يقول لك لا أو حلو صوتك أو يعني يعطي ملاحظات كذا؟ كنت أتمنى يسمع صوتي بس عمري ما دندنت هو حي يعني. تخافين منه شنو؟ أي كلش. لا والله. والله. مع انه هو مطرب يعني ليش شنو الخوف بس هذا؟ والدي كان عنده تحفظات انه كان ما يعني ما يريدش تخططين هذا الخط. اي مو بس اني، كل اخواني يعني. انا عندي تقريبا يعني احنا عائلتنا نصهم يغنون واخواني كلهم يغنون، فكان رافض الفكره يعني هذا اللي رحمة لانه الطريق صعب يعني مو سهل. طبعا هو كان يقول حتما احترام الوالد لهذا الجانب احترام كبير يعني. فحتما يعني كان يقول يعني انا هذا الطريق تعبني، ما اتمنى يعني انتم تروحون هيك طريق يعني. خلينا نسولف على علاقتك بالعلاقة الشخصية وماما أيضا أريد أعرف. تريد ماما ولا بابا؟ لا بابا أولا بعدين ماما، وأريد ماما علاقتها ببابا أيضا. ما وش أقول لك، لا علاقة ماما وبابا هي خليها مسائل شوي شخصية، بس أحكي لك عن علاقتي أنا بوالدي. علاقتي بوالدي يعني كانت مثل أي بنية متعلقة بأبوها بشكل مو طبيعي. يعني أنا كنت متعلقة ببابا بشكل يعني أنا كنت ما أقدر إلا أنام يمه على الشرباية، ما أنام إذا مو بصفة. زين. وهو كان دلالة إلي غير شكل عن إخواني. يعني ما أدري أنا ما أحب أحكي حتى يمكن يقولون هاي لا أبدا خليش مرتاح واحكي كل شيء بالعكس. بس هاي الحقيقة يعني أنا يعني بابا كان يدللني دلال غير عن إخواني. يعني هدايا. إذا لقى مواصفات معينة برحمة، شبه يمكن شبه تصرفات، الحنية، الشكل يمكن شوية. شو تقول أنت؟ الشكل إيه هاي منا هيك هاي المنطقة كلش قريبة. والله. زين. رحمة راح تخططين طريق الوالد اللي هو يعني نفس لون الوالد ولا شلونك الخاص؟ يعني كيف راح تتعاملين؟ شوف هو هيك يعني مثلا يعني أنا من أطلع حفلات هواي ناس تطلب أغاني الوالدي. ممكن إذا أنا يعني إن شاء الله بدي أفكر إنه إذا سويت CD راح يتضمن بعض شوية روحية رياض أحمد بسيدي. ومني أنا دايما أحب أكون مستقلة بشغلي، ما أقلد أحد حتى لو كان والدي. هسه إذا طلبت من عندك شغلة من الوالد تغني لي دندني لي هيك يعني. إلا هسه؟ إلا هسه. أي شيء يعجبك. راح أكثر طلباتي على فكرة بالسماع يعني خليه جاهزة. شان هيك مجرد كلام؟ تخبل. أنا هاي الأغنية عزيزة على يلا كلش. بس المذهب على راحتك.
مجرد كلام حكيته ونسيت، حبيبي حام علي جنيت، قلت لي انتهينا كلام ومشي. مكانك حبيبي ما بين العيون، تغيب وتجيني من طبعك حنون. مكانك حبيبي ما بين العيون، تغيب وتجيني من طبعك حنون. يا سرايا غالي ظن بي الظنون، يا سرايا غالي ظن بي الظنون، قلت لي انتهينا كلام ومشي. عجيب الليالي غريب الزمان، يخلي الحبايب كل واحد مكان. عجيب الليالي غريب الزمان، يخلي الحبايب كل واحد مكان. يا ريتك تجيني ويرد لي الحنان، يا ريتك تجيني ويرد لي الحنان، قلت لي انتهينا كلام ومشي. الله، رحمة جميلة، انت رحمة برحمة بكل شيء. ها رحمة، زين تشعرين انك انفردتي كصوت نسائي الان الان الساحة العراقية تقريبا ما بها اصوات نسائية يعني تذكر. هل تجدين انه انت الان دخلتي الساحة بصوت نسائي منفرد يعني؟ ان شاء الله يعني انا اشوف هيك شيء، بس عندنا هسه يمكن تقريبا كم صوت طالع، بس بعد ما طالع لهم صيت. اتمنى كل وحده بيهم يعني تثبت وجودها، تثبت انه الساحه العراقيه النسائيه وجودها قوي. نعم. اصوات مو لعب يعني، مو من الاصوات النسائية اللي في بالك تقولين هذه احترم هذه الاصوات؟ الشابه جديده يلا شاب، ولا قصدك القديمه؟ انا اريد قديمة وشابة. قديمه انوار عبد الوهاب كلش احبها. حلو. زهور حسين. حلو جدا. وحيدة خليل. لا انت دا تختارين بشكل سليم جدا. اي. جديد اكو صوت كلش احبه. بنية جديدة اتمنى لها يعني النجاح، لانه بالفعل تستاهل. اصيل. ها أصيل. حافظة لهم شيء من ذول الاسماء اللي ذكرتيه؟ همين لك؟ لا ما راح اسمع، بس اريد اعرف. انوار عبد الوهاب احب لها اغنية عدوانة عدون شوف يا اكثر. احلى شيء اذا نسمعها راح اكثر. اوكي. شفت انا دا البي لك طلبات، بعد شوي انا حطلب منك. ما يخاف انا جاهز. تغني؟ اغني. اوكي. اذا خليها بعد شوي. كيفك؟ شنو بعد عجبك؟ شوي. ماشي. زين نقول رحمة تاثرت بوالدها، غير الوالد منو تاثرتي؟ من فنانين يعني العراقيين أكيد ولا؟ طبعا. لا فنانين العراقيين. انا احب قحطان العطار كلش. شوف يعني كل فنان له شغلة معينة أخذت منها يعني منه. زين. عندك مثلا طالب القرغلي، أحب أسلوبه يعني بتقديمه للحن. نعم. هيثم يوسف حنيته. زين. نتحدث عن الانطلاقة. متى انطلقت رحمة؟ صحيح. نقول انطلاقة رسمية. اي طبعا رسمية من برنامج نجم الخليج.
من نجم الخليج. نتحدث عن هذه المرحلة. نجم الخليج برنامج كان يعرض على قناة دبي. زين. كنا احنا بنتين مشتركات، كانت يمكن فرصة شو اللي ان خلاك تفكرين اولا بالتقديم لهذا اني يعني بداية كيف تمت الفكرة في ان تختارين؟ نجم الخليج. مو اني بالبداية كنت بسوبر ستار بس ما حالفني الحظ يعني. اذا تحدثي لي ذيك اذا المرحلة ما نعبرها يعني نتحدث عنها وبعدين عن سوبر ستار. سوبر ستار شاركت ما يعني جت هيك بالصدفة، خلاص قاعدة اتفرج على التلفزيون قلت لهم اريد اشارك. كنت اني بعمان يعني والتقديم كان بالبحرين. زين. طلعت ثاني يوم اني سمعت انه راح يجون يعني بعد يومين، طلعت من عمان البحرين على مود اقدم يعني الاشتراك. وشاركت وتعبت ورحت وبلاش بقيت حلقة يمكن او حلقتين وطلعت. نجم الخليج. نجم الخليج. نجم الخليج ما كان بالي يعني انا قلت بعد سوبر ستار راح اشترك ببرنامج خلاص يعني ما لي نصيب بالبرامج. ها هي يعني يا ابدي CD يا اقعد بالبيت اذا ما حالفني الحظ بالغناء. نجم الخليج هم كنت اتفرج على التلفزيون، ماما قالت لي شوفي هالبرنامج حلو وياخذون اصوات حلوه ومدري شنو عادي عراقيين وهاي ونجم الخليج روحي وهاي. فما كنت مقتنعه بالبدايه. ليش؟ ما ادري ما كنت يعني قلت يعني انه اشتركت بسوبر ستار خفت الناس ما تتقبل انه هاي شنو يعني. بس واضح انك مو من النوع اللي ييأس يعني. لا انا ما يأس. زين قويه يعني. اي زين. بس فكره برامج ما ادري قلت يعني ما يصير كل مره من برنامج لبرنامج، وانا صار لي بس سنه يعني من سوبر ستار النجم الخليج سنه بس. هذا احترام منك كبير زين. اي ف وين كنا نسيت. على نجم الخليج. نجم الخليج. حلوة نسيت. فقالت لي والدتي انه فوتي وهذا يعني قلت لك ما كنت متشجعه. زين. هم كنت بتركيا والبرنامج كان تقديمه بالبحر. زين. هم رحت من تركيا جيت للبحرين على مود البرنامج. زين. وقدمت وطبيت للتقديم وانا ما عاجبني افوت. رحمة دخلتي الاختبار مو قلنا هالشكل؟ اي. غنيتي شو غنيتي بوقتها؟ غنيت اغنية قحطان العطار شو اقول عليك، وغنيت لمحمد عبدو اعترف لك، وغنيت نوال الكويتية مو نادمة. يعني طلبوهن ثلاثتين من عندك بنفس الوقت؟ اني كنت يعني اول ما فتت غنيت شو اقول عليك قحطان. لا انا فصلي لي هم ايش طلبوا من عندك قالوا لك بالضبط؟ تريد شلون طبيت؟ تفصيله. طبيت امشي. طبيت عادي يعني وعارفين عن اسمك. لقيتي نجوم كبار قدامك؟ احمد الجميري. الفنان البحريني احمد الجميري. زين. والفنان الملحن الاماراتي خالد ناصر. زين. طبعا حسيتي برهبة امام ذول النجوم يعني ولا يعني؟ شوف هي رهبة لازم تكون موجودة، أكيد. بس انا قلت لك كان ما عاجبني افوت فطبيت يعني عادي يلا ربحت. هذا اللي ساعد على انه تكونين مسترخية. اي انه يلا حتى اذا قالوا لي ما موافقين عليك ما مشكلة، ما عندي مشكلة. زين. فقالوا لي غنيت شو اقول عليك. فالفنان خالد ناصر قال لي عندك بعد شيء خليجي؟ زين. قلت له اي، لانه بما ان البرنامج خليجي فلازم نغني خليجي يعني. أوكي. غنيت لمحمد عبدو قال لي اريد اسمع بعد اغنيه. محمد عبدو شو غنيتي له؟ غنيت له لهي نار لا ولهي ما اعترف لك. زين. الثالثه مو نادمه نوال الكويتيه. مو نادمه. ايش قالوا؟ الملحن خالد ناصر التف على مدير القناه قال له حضر لها 500,000 ما راح تاخذها. اي. ايش كان شعورك؟ تراجعتي بكل قرارك الاولي انه؟ طبعا يعني حمسني، انا كنت كلش يعني بارده بالموضوع. زين. كلش يعني فرحت انه اعطاني امل انه لا يمكن اطلع الاولى. حلو. لانه انا من كنت داخله نجم الخليج قلت يا الاولى يا الثانيه يا اترك الغنى كامل، لان كنت داخله تحدي. يعني لو ما كانوا راضين عنك لكان توقفتي ما اي يعني قرار كان حقيقي. اي طبعا حقيقي 100%. الان شو تشوفين نفسك انت؟ بالغنى؟ بعدني هوايه محتاج لي خبره غنائيه بالبيت قاعدين تسمعين منو رحمه اكثر شيء؟ اني يعني 24 ساعه اسمع اغاني. منو تسمعي اكثر واحد؟ اكثر واحد
والله ماكو هواء، يعني ماكو ناس بابا تسمعي معي. كثير طبعا يعني باستمرار؟ باستمرار. يعني تقدر تقول 24 ساعة كل ما اكثر أضوج اغنيه قريبه أقعد. من الرحمه؟ تركتيني. اكثر اغنيه اسمعها لو لا؟ تسمعها. تركتيني بهالسرعة أذوبا واحترق شمع، من بعدك يسليني ومنو يقدر ينسيني، والدمع تهلى الخد منه ينشف الدمع، والدمع تهلى الخد منه ينشف الدمع. ليش اخترتي هذه بالذات الاغنيه؟ تركتيني؟ لأن تركتيني رياض أحمد يحبها، يحبها مالته يحبها. ولو تسمعها منه تحس كأنه قاعد يبكي وهو يغنيها. تودين أن تغنيها تكون أغنية ملكك، يعني تعيدين غناء؟ أتمنى، بس هي كلماتها تركتيني يعني ما تصلح لي أنا كابنة يعني. الكلام ولا؟ رحمة، عرفت مؤخرا قمتي بثنائي مع الفنان المبدع المتألق دائما المحبوب هيثم يوسف، صح؟ صح. احكي لي عن هذه التجربة. تجربة ما كنت أتوقعها بحياتي. شلون صارت؟ شلون تكونت؟ كيف أخبرتي بذلك؟ تماما أريد أسمع. أنا من البداية. طبعا من البداية. أنا كنت بلبنان، كنت رايحة أشوف شركة، يعني إنه قالوا لي إنه أكو شركة هنا رايتك وما أدري شنو، تعالي حتى يشوفوك ويتعرفون عليك. رحت، طب ما صار الاتفاق بيني وبينهم، ف قاعدة بوحدي ما أعرف شو أسوي، يعني إنه خلص إنه ما اتفقت ويا هاي الشركة وما أريد أرجع أني محبطة، يعني ما أريد أرجع. إنه أكو هواي ناس أنا قلت لهم أنا راح أرجع من لبنان وياي شي، ما راح أرجع فاضية، لازم أرجع وياي شي مضمون. ف صار فكرة إنه قلت ليش ما أتصل بالفنان هيثم يوسف أطلب منه أغنية من أغاني. شو اللي خلاك تفكري هالشكل؟ ما قاعدة وهيجي شفت على التلفزيون وخلاص. تسمعي له هواية أنت؟ ها؟ أي. شوف، أكو فنانين تحب تسمع لهم ما تحب تغني لهم، مو ما تحب تغني، ما تقدر تغني لهم. هاي مو قلة بيهم، بالعكس. لا. يعني أنا مثلا أحيانا يطلبون مني أغاني لوالدي، أقول لهم ما أقدر أغنيها لأنه أنا ما راح أجيب روحية رياض أحمد. يمكن يعني احترام كبير للفنان تقصدين؟ طبعاً. أنا أحترم فلان، فلذلك مو بسهولة أني أغني له حتى لا أشوه بعض الشيء يعني. أي يعني عندك هيثم يوسف شكيت حلو تسمع له، بس صعب تغني له لأنه هيثم عنده حسية وروحية مختلفة عن الفنانين كلهم، مو بس العراقيين، الفنانين العرب. أنا بالنسبة لي هيثم غير شكل يعني. زين. اي وين كنا؟ على شلون تنسين يعني؟ انت كل ساعه تنسين. انا راح انسى بعدين نبطل اللقاء ونقول للمخرج توقف، نسيت رحمه. شلون رحمه؟ لا انا بدي اتذكر. يلا. على شلون صارت اتصالات بينك وبين هيثم. يلا. أسدت نسيتني. اذا واحد يذكر الثاني. رحمه. زين. رحمه وصلنا، راح تتصلين بهيثم. قررتي؟ المهم جبت رقمه واتصلت به. زين. قال له مرحبا استاذ هيثم. قال لي اهلا. قلت له وياك الفنانه رحمه رياض احمد. قال لي اهلا رحمه. وعلى فكره مو سهل يعني، ما اتصور جاوبك بكل يعني. لا على هو جاوبني. هو مو سهل يعني. انا دقيت عليه الساعه 1 بالليل. لو انت شو تقولين؟ انا دقيت عليه الساعه 1 بالليل يعني ما كنت متوقعه راح يرد، ورد يعني انه يعني نعم. ايش تريدين الساعه 1 بالليل؟ زين زين. هو فشلني بس انا عادي مشيت. زين. ايه. فقال لي، قلت له اني رحمه رياض احمد. قال لي تفضلي رحمه شلونك؟ ايش شلونك؟ الحمد لله. وما شنو ما كنت مصدقه انه هيثم يوسف وياه على التليفون. قلت له استاذ شوف بكل تفاؤل. ماشي. قلت له اني بصراحه اريد منك اغنيه. على طول؟ على طول. زين. قال لي اي اغنيه؟ قلت له اغنيه من اغانيك. قال لي اسف انا ما انطي اغاني. انا احبطت يعني، قلت معقوله ليش يعني؟ فقال لي عندك كلمات اسمع صوتك على حلك اذا تريدين يعني اذا حابه. انا طبعا عبالي دا يكذب علي يعني، ما توقعت انه اول شيء هيثم يوسف عمره ما ملحن لاحد،
وصعب يعني هاي الإنسان كنت أحس صعب توصل له، مو بسهولة يعني. ف صعب له- لانه محترم فنه يعني طبعاً، على فكره يعني. طبعا مم. يعني شوف اكو فنانين هواية وين ما تروح تلقاهم قاعدين وهاي، عرفت شلون؟ زين. هيثم يوسف مقلب طلعاته، حتى يعني يخليك تشتاق له انه وينه يعني، عرفت شلون؟ نعم. فش اسمه وين كنا؟ نكمل التليفون. التليفون مهم. قال لي، قلت له اتمنى يعني يلا يا ريت. قال لي اوكي. المهم سدينا التليفون، رجعت للبحرين، صارت اتصالات رجعت بيني وبينه. في يوم هي صار يعني انه بين فترة وفترة نتحاكى وهذا وما ادري شنو. فقلت له اني اريد اسوي عمل، اريد يعني اسوي لي اغنية. قال لي اغنية عاطفية بداية ما نصحك، اغنية وطنية للعراق، هاي اقوى شيء واحد يفوت بيها يعني. حلو زين. قلت له والله يعني اتمنى، قلت له